أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سعادته بالتواجد في دولة الإمارات لخوض مباراة ودية ضد مصر بعد غد الاثنين. وقال بلماضي في مقابلة عبر قناة أبو ظبي الرياضية إنه يتشرف بالعودة مرة أخرى لزيارة ملعب هزاع بن زايد بعدما سبق له مواجهة العين الإماراتي في هذا الملعب. وأضاف: أتمنى أن تكون المباراة بين مصر والجزائر في المستوى، فهو لقاء ديربي عربي يطغى عليه الحماس، والمنتخب المصري لديه خبرات واسعة، وهو ما نريده لأنه المواجهة ستكون قوية وصعبة. وتابع: مواجهة منتخب قوي بدنيا وإمكانياته كبيرة أمر مطلوب، هو لقاء ديربي كما ذكرت، وهذه المواجهات الودية كما حدث سابقا ضد السنغال تمكنا من تحسين مستوانا وتعطي الدافع للاعبين الشبان. وعن ياسين عدلي لاعب ميلان قال: ليس هناك مؤشرات تدل على قدومه لتمثيل الجزائر، كانت هناك محادثات في السابق، وإذا كان يريد اللعب باسم الجزائر فعليه أن يبادر لأننا تحدثنا من قبل. وأتم: سعداء بتواجد لاعبين شبان معنا، والوقت يمر بسرعة، فالشهر المقبل سنفتتح مشوارنا بتصفيات كأس العالم، ثم نستعد لخوض أفريقيا، وبالتالي سنركز على المجموعة الحالية من اللاعبين وننتظر تأقلمهم سريعا. ويملك ياسين عدلي صاحب 23 عاما الجنسية الفرنسية بخلاف الجزائرية، كما لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين